السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة ملكة للطبخ. اليوم راح ندير معكم ان بيسكوي غولي ولا سويس رول بطريقة سهلة وبمقادير مضبوطة. وش عندنا في المقادير؟ عندنا أربعة بيضات، 120 غرام سكر، عندنا هنا 90 غرام فرينة، وعندنا هنا 30 غرام تاع الكاكاو، وربعة بيضات يكونوا جبتيهم ديجا من قبل من الفريجيدار، ما لازمش يكونوا باردين. نبداو على بركة الله. اول حاجه نكسروا البيض ديالنا. هذه البيضه الاولى، الثانيه، الرابعه، الثالثه، الرابعه. نزيدو نديرو السكر على خطره ونبداو نخلطو. بسم الله. في هذه المرحله نتوقفوا، شوفوا كيفاش اللون تاعو تغير ولا ابيض. دوك واش راح نزيدو نديرو؟ نبداو نضيفوا الفرينه بالمغرف، ما نديرهمش على خطره، ولازم دائما تصيروها، جامي تحطوا الفرينه في البسكوي هكذا بلا ما تصيروها. انا هنا راح ندير 2 مغارف هكذا، ونبدا نواسي غير هكذا بالعقل باش ما نحبطش البيض ديالي. هكذا طلعوا غير بشويه وتحبطوا، طلعوا وتحبطوا هكذا بهذه الطريقه. نزيد نضيف مغرفه واحده اخرى. دوكا راح ندير الكاكاو هكذا. شوفوا هذا الكاكاو لازم تصيروه، شوفوا لازم تتصير. كل ما ديروا الفرينه ولا ديروا الكاكاو لازم تخرجوه في الغربال هكذا، وراكم تطلعوا وتحبطوا هكذا. نكمل انا كامل لا كونتيتي اللي عندي بهذه الطريقه، بنفس الطريقه هكذا. ندير غير بشويه ونخدم. شوفوا دخلت انا كامل المقادير اللي عندي. واش راح ندير دوكا؟ نحي من هذا الخليط هكذا واحد المغرف. واش راح ندير؟ عندي 5 مغارف تاع الماء، 1 2 3 4 5، وعندي 5 مغارف تاني تاع الزيت. 1 2 3 4 5 هكذا. عندي 5. نخلطهم كامل هكذا بهذه الطريقه هكذا بشويه. انا درت هذه الطريقه هنا هكذا، درتها باش ما نحبطش البيض ديالي، ونفرغها بشويه ونقعد نخلط. شوفوا هكذا باش نوريكم مليح. نقعد نفرغ غير بشويه ونطلع كيما مع الاول هكذا باش ما نحبطش البيض. شوفوا ندخل هذاك الماء والزيت هكذا، نديرو على 3 دفعات ولا 4. انا درت ورق الزبده. نبدا نفرغ الخليط ديالي. لازم ديروا ورق الزبده، لما درتوهوش معليش راح تنحى لكم وتلصق لكم في الصوره. دوك نديرو هكذا بهذه الطريقه. ونمشوه كامل على السنيوه. كما راكم تشوفوا انا وزعتها كامل على السنيوه. نديرها فوق نديرها في الفرن على مسخن ديجا من قبل
على 180 درجه، تشد لكم حتى 15 دقيقه وطيب على كل واحد والفرن تاعو. نورمالمون ما تفوتش 15 دقيقه، ما تخلوهاش طيب بزاف باش ما تجيكمش ناشفه. هنا بعد ما طاب البسكوي تاعي هاوديك انا شد ليه 10 دقائق. ندير هنا ورق الزبده واحد اخر ونفرغو بهذه الطريقه. شوفوا 10 دقائق وكان واجد. ندير تنحى بكل سهوله. هذا هو البسكويت تاعها. نزيدو نقلبو على الجهه الاخرى هكذا. شوفوا ما شاء الله. دوك واش راح ندير؟ نحي هذه اللي تكون شويه عاصيه هكذا، نحوها نحو منها تاني هذه العاصيه ما نسحقوهمش هكذا، ونبدا نرولي في البسكويت تاعي بهذه الطريقه هكذا. شوف هكذا نروليه ونضغط، نرولي ونضغط هكذا. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. هاكو تشوفوا. دوك نغطيها انا بسربيته ونخليه يرتاح شويه. نوجدوا لا كريم تاعنا قبل. واش نحتاجو في الكريمه؟ عندنا كاس تاع الشونتيي يكون معمر مليح، يكون معمر بيان. عندي كاس حليب يكون بارد، ونطلعوها بالباتور. واش راح نزيد لها دوكا؟ عندي ان بواط تاع كريم ديسير نزيدو باش نعزو النكهه. هاي ليك اذا كان عندكم شيكولا تاع الطلاء تقدروا تضيفوا شويه تاع الشيكولا تاع الطلاء. ونزيد نخلط. انا حبيت نزيد لها شويه تاع نيسكافي هكذا برك. نحب هذوك النقاط اللي يجوا في لاكريم تاعنا. هكذا هادو الحبيبات نحبهم كي يجوا في لاكريم. نعاودو نرجعوا للبسكوي تاعنا هكذا كما قلت. نعاود نحلو هكذا غير بالعقل هكذا كما تشوفوا. ونديروا لا كريم تاعنا اللي كنا وجدناها. قبل ما نديروا لا كريم تاعنا انا عندي هنايا شويه تاع الحليب مع قهوه سريعه الذوبان. نرشوا هكذا شويه برك. اللي تحب تخليه ما ديرلوش هذه سما هذه الطريقه ما تقدر تستغنى عليها. انا نحب البسكوي تاعي يكون شويه مشمخ هكذا. ونبدا ندير لا كريم تاعي. نديروا لا كريم نوزعوها هكذا. ديروا مليح هكذا. ونبدا نبسطها بهذه الطريقه هكذا. انا درت بسكوي صغير 4 بيضات. نتوما تقدروا ديروا واحد في سنيوه تكون كبيره اكثر من هكذا. انا درت فيه 4 بيضات برك. انا بسطتها كامل هذيك لاكريم. ندور هكذا. عندي هنايا فريزه ديالي ندير حبيبه تاع الفريزه كنت قطعتها ديجا هكذا قطع صغيره. شوفوا
نتوما تقدروا ديروا اي حاجه هكا حابينها، ديروا اناناس واش هكا حابين ديروا لداخل تقدروا ديروا. بعدا نعاود نطوي البسكوي غولي تاعي بنفس الطريقه الاولى، نعاود نرجعوا كما كان ونضغط. حاولوا تضغطوا عليه هكذا ونعاود نضغط. هكذا هنا بعد ما روليتها مليح واش راح نزيد ندير؟ هذا اللي بقانا الكريمه اللي بقات لنا راح نديروها من الفوق. ناخذ البسكويت تاعنا نحولوا هذا ورق الزبده بهذه الطريقه هكذا، ونزيدو نديروا له الكريمه هذيك اللي درناها، نحاولوا كامل نغطوه بالكريمه هذه هكذا. شوفوا حاولوا تغطوه كامل بالكريمه قبل ما نديروه في الفريجيدير. بعد ما كملنا الكريمه تاعنا طليناه كامل البسكويت تاعنا من الفوق، نحطوه في الفريجيدير ليله كامله ولا على الاقل 5 حتى 6 سوايع في الفريجيدير باش ديروا له الكلاصاج تاعو. هنايا راح نروحوا لطريقه تزيين السويس رول تاعنا. عندي هنا 150 شيكولا تاع نوازيت بالذوق نوازيت، عندي كاس تاع لا كريم فريش دوبتها سخنتها بليتو وندوب فيها هذه الشيكولا تاعنا بهذه الطريقه هكذا. ندوبوا الشيكولا تاعنا كامل هكذا. لازم تكون لا كريم تاعكم سخونه باش تذوب لكم هذه الشيكولا. شوفوا هنايا هي دابت لي الشيكولا تاعي. الا ما دابت لكم شو كانت بردت عليكم لا كريم فريش تقدروا ديروا ان بان ماغي وديروا هكذا كيما راني ندير. تخلطوا حتى ندوب لكم كامل هذيك الشيكولا تاعكم. واش راح نزيد ندير؟ عندي هنا مغرف تاع الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، تكونش بزاف عاصيه باش تذوب تاني، ونزيد نحركها باش تمد لنا هذاك اللمعان الشباب للكلاصاج تاعنا. هذا هو السويس رول تاعنا. بات لي انا للامانه ليله كامله في الثلاجه، ما نحيتوش من الفريجيدير من البارح. دوك نديروا له الكلاصاج تاعو هكذا، نحطو بهذه الطريقه هكذا. نشدو الشيكولا ديالنا ونبدا نفرغها فيه بهذه الطريقه. بسم الله. هكذا نغطوه كامل ونعاودو نرجعوه للفريجيدير باش تشد فيه هذه الشيكولا اللي درناها. الا شفتوها باللي جات شويه كلاغ وحبطت كامل تقدروا تعاودوا هذا اللي كاين هنايا نعاودو نديروه بوغ لا دوزيام فوا. انا راح نزيد لها طبقه واحده اخرى هكذا بهذه الطريقه. شوفوا باش تاخذ هذيك اللمعان الشباب وتكون طبقه مليحه تاع شوكولا هكذا. طريقه التزيين نتوما احرار فيها، ديروا واش حبيتوا، هذه هي لا باز وانتوما التزيين كيما حبيتوا ديروا. انا دوكا حنزينها كيما نعرف ونوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هذا هو البسكوي رولي تاعنا بعد ما درت له تزيين خفيف ودرته في الفريجيدير حتى يحكم روحه مليح، وقطعته هنايا طرف قدام. هاوليك قطعته، هاوليك شوفوا كيفاش تجي
نزيد نقطع مرسو واحد اخر قدامكم بطريقه كيف هاوليك. شوفوا هذا هو البسكوي رولي تاعنا، شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم، تبارطاجيوها بين صحابكم وحبابكم، وما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى من وصفات مطبخ ملكه، والسلام عليكم.